الله تبارك وتعالى عندما أمر الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قال أول حاجة يدعون إلى الخير وليس يدعون إلى الشر، ودعوة الخير ليس فيها عنف وليس فيها قوة. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا خطاب ورسالة للأمة الإسلامية وللعامة الناس في أنهم يغيروا المنكر ولكن بالتي هي أحسن. والله تعالى فسر ذلك بقوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال: ادفع بالتي هي أحسن. فدور الفرد هنا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترجم إلى قوة لتغيير المنكر، إنما القوة ديت هي في يد الحاكم فقط، في يد ولي الأمر. فولي الأمر من حقه أن يستخدم القوة إذا رأى أن استخدام القوة لصالح المجتمع، واستخدام القوة وفق قوانين ووفق دستور. ومخطئ من ظن أن مجتمع المدينة المنورة التي كان يرأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي عشوائيا بدون قوانين. أبدا، ده كان في قوانين، كان في حاجة اسمها وثيقة المدينة، كان رسول الله يتعامل على أساسها مع اليهود ومع المسلمين ومع كل سكان المدينة. والمدينة المنورة في هذا الوقت كانت تتصف بكل مواصفات الدولة المدنية. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يذع بالسلطان ما لا يذع بالقرآن. أما المواطن الذي يتجرأ فيقتل ويضرب ويجلد ويظن أنه آمر بالمعروف وناه عن المنكر وإنه موظف عند الله وإنه بينصر الدين، لا، هو لا ينصر الدين وإنما ينفر الناس من الدين، وهو لا يكون بأي حال من الأحوال صورة للدين، هو صورة سيئة للدين. والبعض بيخلط ما بين مفهوم الحسبة وموضوع عن المنكر. يا جماعة، الحسبة والمحتسب في الشريعة الإسلامية تاريخيا هو موظف عام في الدولة، ده زي كده هيئة الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات، هو موظف عند الدولة، يعني موكل من قبل الحاكم بتغيير بعض الحاجات زي المفتش الضرائب والمفتش التموين والناس ديت. ومن ثم احنا مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مؤسسة دعوية، ليس إلا مؤسسة دعوية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلطانها الكلمة فقط، سلطانها الكلمة الحسنة وليس العنف. والله تبارك وتعالى أمر سيدنا موسى عليه السلام أن يقول لفرعون كلمة طيبة، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هؤلاء الذين تجرؤوا وقتلوا واستخدموا العنف ضد المواطنين باسم الله ورسوله ينبغي أن يطبق عليهم القانون، ويطبق عليهم القصاص العادل، ويطبق عليهم حد الحرابة كي يكونوا عبرة لغيرهم، لأن دي توصفهم في الشريعة الإسلامية حرابة، حتى وإن كانوا يفعلون ذلك لصالح الدين. الخوارج زمان كانوا يقتلون المسلمين وقتلوا صحابة وبقروا بطن امرأة حسبة لله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم سيمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء ينتهجون نهج الخوارج في تاريخنا الإسلامي. ومن ثم لابد أن يكون القانون هو السيف المسلط على رقبة هؤلاء، يقدموا للمحاكمة فورا دون مهادنة ودون مواربة، ولا يعمل أي حساب لأحد، لأن خسارة فرد، خسارة مجموعة، خسارة طائفة، ولا خسارة وطن، ولا خسارة مبدأ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. غدا